الاحداث حصلت يوم الجمعه والسبت. انا غبت يوم السبت والحد لان كان في ثوره جامده جدا علينا وما قدرناش، وكان كل الضباط زمايلنا كان كلهم في حاله استغراب من كده. انا نزلت يوم الاثنين بعد الاحداث مباشره، خدت سلاحي، غير طبعا ان انا كنت واقف يوم السبت والحد في الشارع مع اهلي وناسي، كنا بنحمي اولادنا وارواحنا ومساكننا. يوم الاثنين اتصلوا بيا يوم الحد بالليل قالوا لي كلنا لازم ننزل يوم الاثنين. انا كنت اسعد انسان في الدنيا لما زميلي في العمل قال لي انزل الشارع، ونزلت يوم الاثنين ولبست لبس الميري ووقفت في وسط الميدان. واقسم بالله انا ما في حد حتى يومي هذا قال لي كلمه تضايقني او تجرحني او تخليني. هم دول المصريين اللي بيتكلموا يا جماعه، هم بلطجيه، شويه بلطجيه بيتكلموا، مش عايزين شرطه يعني بلطجيه، صح ولا لا؟ كلنا عايزين امان ولا لا؟ كلنا عايزين استقامه ولا لا؟ شرطه 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 شرطه، امان، استقرار، شرطه شرطه، امان، استقرار. يوم الاثنين انا نزلت ومن يوميها بقف في وسط الشارع ومش خايف من حاجه، وحاسس ان ده دوري ان انا اديه، ان انا اخدم الناس دول قرايبي واهلي، ومفيش حد قال لي كلمه تجرحني. وفي اجتماع لو سمحتوا العربيات اللي واقفه، العربيات اللي واقفه صف تاني، ما عندناش استعداد اطلاقا يتقال علينا ان احنا مش منظمين. لو سمحتوا العربيات اللي واقفه صف تاني عشان المرور يمشي. اتفضل يا فندم. ولو سمحتوا لو اي عربيه من الواقفين خدت مخالفه طبعا ما حدش يزعل، احنا بنعمل حاجه سلميه وبنقول ان احنا الشعب، واحنا الشعب اللي عايزين نحافظ على البلد دي. في اجتماع حصل مع سيد المدير معانا، كان بيشجعنا ان احنا نبقى متواجدين، فاحد زملائنا قال لا احنا مش هنقدر ننزل لان الناس بتكلمنا بطريقه وحشه وبتهنا. انا طلبت الكلام وقلت يا فندم انا من ساعه ما نزلت الشارع ما فيش حد قال لي كلمه وحشه ولا اهني ولا جرحني، وبقف في وسط الميدان وبتعامل مع الناس، لدرجه الناس كان بتجيب لي ميه معدنيه، وفي احد السيدات بتقول لي انا عايز احضنك لان انا شايفاك في الشارع، لولا ان انت راجل ما ينفعش احضنك. قلت لها انت زي اختي وانا خدامك هنا. فالسيد المدير قال لي يا محمد يا عجمي انت مفيش حد قال لك كلمه وحشه، لانك قبل الاحداث دي ما كنتش بتقول لي لحد كلمه وحشه، فربنا مش هيسمعك من حد كلمه وحشه. الكلمه دي انا لغايه دلوقتي حاططها وسام على صدري، لان فعلا انا في عملي افراد الشعب افراد الشرطه من فئات الشعب، احنا مش جايين من كوكب اخر، فينا الحلو وفينا الوحش، لكن من فضل الله الحلو اكتر. والكلمه اللي قال لي مديري دي انا وسام على صدري، اني فعلا انا كنت بنزل الشارع بخدم الناس، لا يمكن احد من زملائي او فردي معايا يهين مواطن، كنت بدافع عن الناس بكل ما املك، لاني كنت بحس ان انا باخد المرتب بتاعي، بالاضافه انا نازل في حاجتين، المرتب بتاعي عشان اعول نفسي واعول اولادي، وعشان اكسب حسنات من المولى عز وجل، لان انا في ايدي حاجه مش في ايد اي حد، ان انا ممكن اخدم الناس. ربنا سبحانه وتعالى وهبني عمل، بقدر من خلاله ان انا اساعد الناس. واحد بيقول لي الشارع ده فين، اقول له هناك، انا رخصتي اتسحبت ممكن اجيبها منين، اقول له من هنا. فدي كلها حسنات. وانا بقول انا ما قدرتش امشي، انا مكان عمل قريب جدا من هنا، ما قدرتش امشي من غير ما اقول لكم فعلا احنا خدامكم واحنا معاكم وبيكم، وانا مش خايف من حاجه. كلنا هنحيي محمد كويس، كلنا هنحيي محمد كويس وكل ضباط الشرطه، وكلنا هنقول لهم ولا عمرنا هنهينك، كلنا محتاجينك، ولا عمرنا هنهينك، كلنا محتاجينك، ولا عمرنا كلنا محتاجينك، ولا عمرنا هنهينك، كلنا محتاجينك. في حاجه اخيره هقولها بالنسبه للاخوه المسيحيين. انا اعز اصدقائي مسيحي من 25 سنه، ولما بروح بيته
بيجيب لي محضر لي مصليه عنده عشان لما يدني الاذان اصلي عنده في منزله. اقسم بالله ده موجود. صاحبي واسمه مجدي انطون، يا ريت يكون سامعني، محضر لي سجاده عنده علشان اصلي عنده في بيته، ولما بيهديني كان بيجيب لي حاجات من اللي بتيجي من دير المحرك في اسيوط كهديه، بيجيبها لي ليا انا واولادي، وبنتبادل الهدايا والزيارات، وعمرنا ما اتكلمنا في دين. كلنا بنتكلم ان احنا اخوات ومفيش مشكله، محدش يكذب علينا يقول لنا ان في مشكله بين مسلم ومسيحي، ده نفاق وده كلام فاضي ومش موجود. عايزين شكرا. اتهيألي كلام طالع من القلب، من جوه القلب، ويوصل لكل قلب فينا ومصدقينه بالحرف، واحنا كمان بنقول له محتاجينك محتاجينك محتاجينك. في كلام بقى دلوقتي مختلف عن كل اللي سمعتوه، كلام كده بالبلدي، كلام بالبلدي، وكلنا بلدي وكلنا بنحب البلد دي. صح. واحد جاي من احلى بلاد مصر اللي هي كلها حلوة، الصعيد كلها من احلى الصعيد، وانا كمان متعصب له شوية زيادة عشان من بلده. وسعيد يا ابويا على حاج. تمام. سعيد يا ابويا معاكوا واحد اسمه الحاج مصطفى من بلد اسمها اجمل بلد في الدنيا اسمها مصر، ومن سوهاج من مصر. السلام عليكم. الكلام الكتير اللي اتقال على مصر من يوم 25 يناير لو قعدنا 20 سنة مش هنخلصه تاني لقدام. كلنا عارفين قيمة مصر في قلوبنا، هنقعد نقول كلام وكلام ومش هنقف كده ومش هنعمل خطوة لقدام، مش هنتحرك. مصر غنية بولادها، غنية بشعبها، غنية بمسيحي، غنية بمسلم، غنية بكل حاجة. الجيش والشعب والشرطة والبلطجية اللي احنا بنقول عليهم بلطجية دول برضه من شعب مصر، لازم نعاونهم ازاي يصطلح حالهم. البلطجية دول فئة من الشعب المصري، لازم نساعدها انها تتوب وتبقى مستقيمة وتتعلم العمل عشان نبني مصر ديت. عايزين نبقى رجالة في كل وقت، مش عايزين غير نشتغل بكل حاجة. اللي معاه ابن في البيت ويعلم، اهم حاجة عندنا حاجتين، الزراعة والتعليم. قدرنا نجيب جسمه اللي بناكله وقدرنا نملى الحكمة بالعلم هنسعد لفوق قوي، لكن كده مش هنتحرك. عايزين نعمل بجد. والمسلمين ونصارى، انا ليا واحد صاحبي مسيحي اكبر مني في السن بيتصل بيا بيقول لي انا هورثك في مصر مسيحيين وانا مسلم. احنا مش هيقدروا يفرقوا بينا مهما عملوا، قتلوا 50 قتلوا 100 قتلوا مليون، برضه بنحب المسيحيين، بنحبهم لانهم اخواتنا بكل حق مش مجامله. فيعني اهم حاجه عندنا ان احنا نبص لبعض ونبص للعمل ونشتغل من هنا. كل واحد يطلع على بيته يحسن من مستواه فكري علمي اقتصادي، عشان كده كل يوم بيعد علينا خسائر كتيره. لازم نقول كفايه كلام، تعبنا من الكلام، هنقعد نغني ونقول في مصر مش هنخلص، لان مصر